كيف نجعل إفريقيا قارة عظيمة من جديد؟ أنا في مراكش لمحاولة أني أجد إجابة للسؤال. نشارك في منتدى مو إبراهيم للحوكمة أو ما يسمى بمو إبراهيم Governance Weekend، هو لقاء سنوي ومن أهم اللقاءات اللي يصيروا في إفريقيا، يجتمعوا فيه قادة صنع قرار وخبراء اقتصاديين. He became a minister less than 1 year, but he managed to visit 7 African countries. إفريقيا من أغنى القارات، هي مهد البشرية ولكن تعاني. لماذا تعاني؟ تعاني من سوء الحوكمة، من يحكم وكذا. We need really to start to figure out what we're going to do as Africans. وإذا من هذه اجتماعات، لقاءات، منتديات، نتوركينج، والإجابة على السؤال لخصها مو إبراهيم في كلمة في يوم الافتتاح، وهي كلمة السلام. Without peace and security, we cannot really move forward.